المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها إحياء يوم المرأة العالمي في إقليم القاشبركة، دعوة لترشيد استهلاك المياه، تنظيم دورة إدارية للموظفين بشمال البحر الأحمر، قمة أوروبية طارئة في بروكسل لبحث الدفاع، رئيس وزراء غرينلاند: لا نريد أن نكون أمريكيين ولا دنماركيين. إصابة مدنيين في سقوط قنابل بالخطأ في كوريا الجنوبية. أهلا بكم مشاهدينا. تم إحياء يوم المرأة العالمي تحت شعار تحرير المرأة من أجل التنمية في 5 من مارس الجاري على مستوى إقليم القاشبركة في غونيه، وتضمنت مراسم الاحتفال مسيرة لمنسوبي قوات الدفاع بالإضافة إلى مواد فنية وثقافية. وأوضحت مسؤولة فرع الاتحاد الوطني للمرأة بإقليم القاشبركة السيدة يحدق يوهنس في الكلمة التي ألقتها في المناسبة أن إحياء يوم المرأة العالمي هذا العام يتميز بكونه يأتي في مرحلة فريدة في التنمية والكفاح، وأن مشاركة واستفادة المرأة من برامج التنمية في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية برزت في الآونة الأخيرة بوضوح. وأشار مسؤولو فروع الكونفدرالية الوطنية للعمال واتحاد الشباب والطلبة في كلماتهم إلى أن تطوير المرأة لا ينحصر على طرف معين، بل يتحقق ويثمر بتضافر كل فئات المجتمع والمؤسسات الحكومية عبر اتخاذ خطوات جدية وعملية. وأكد حاكم إقليم القاشبركة السفير محمود علي حروي ضرورة الاستثمار في كفاءة المرأة وبذل الجهود لضمان المشاركة الواسعة الهادفة للاستفادة من الفرص المتاحة، مفيدا أنه تم في العام الماضي توزيع أراضي ل 804 امرأة ببارنتو وتمكين أكثر من 2800 امرأة من امتلاك والعمل في البساتين الموسمية على مستوى الإقليم. دعا المدير العام لقسم الموارد المائية بوزارة الأراضي والمياه والبيئة السيد مبرهتو إياسو دعا المجتمع إلى ضمان استدامة الموارد المائية من خلال الاستخدام الآمن لها. وأوضح بشأن المشاريع الكبيرة المنفذة عام 2024 بأن مشاريع نظام إمدادات المياه المشيدة والمحسنة قد كلفت أكثر من 60 مليون نقفة. وأكد إرساء 16 مشروع مياه يستفيد منه أكثر من 24 ألف نسمة من خلال مد حوالي 52 كيلومترا من الأنابيب وبناء 14 خزان مياه و28 محطة توزيع ضمن البرنامج الذي انطلق لبناء 35 خزان و97 نقطة توزيع ومد 97 كيلومتر من الأنابيب في 39 قرية. وأشار إلى حفر الآبار في 41 قرية بموجب الدراسات التي أجريت عن المياه الجوفية في 90 قرية وصيانة مشاريع المياه في 237 قرية. يساهم منمو الخضروات والفواكه في يانوغوس بإدارة ضاحية دماس في مديرية قندع يساهمون في سد احتياجات أسواق المنطقة. وأوضح المزارعون أنهم يحصدون إنتاج جيد لوجود مزارعهم على ضفاف الأودية الكبيرة، غير أن السيول المنحدرة من الهضبة تحدث أضرارا متكررة على مزارعهم بفيضها على أراضيهم، منادين بالدعم الآلي للحد من الأضرار. وأشار المزارعون إلى انتقالهم حاليا لزراعة الأشجار الكبيرة وري مزارعهم بحفر الآبار، وبإمكانهم توسيع التنمية إذا حلت مشكلة أضرار السيول. عقد الإريتريون المقيمون في هولندا والمملكة العربية السعودية أنشطة دبلوماسية شعبية، بينما احتفل الإريتريون المقيمون في الكويت ب8 من مارس اليوم العالمي للمرأة. وبهذا الصدد عقد سفير إريتريا لدى الاتحاد الأوروبي ودول البنولكس السيد نغاسي كاسا سيمينارات في أمستردام وروتردام في الأول والثاني من مارس الجاري حول التقدم في قطاع التعليم في إريتريا ودور المواطنين المقيمين في الخارج. وأوضح السفير نغاسي أن شعب وجيش إريتريا قد ضمنوا السلام من خلال تصديهم القوي ويشاركون في التنمية وبناء الوطن، وشرح موقف إريتريا الثابت بحل الشعوب لمشاكلها بنفسها من أجل حل النزاعات في البلدان المجاورة سلميا. وفيما يتعلق بقطاع التعليم، أوضح السفير نغاسي التقدم الذي شهده قطاع التعليم في إريتريا في مختلف مراحله، ودعا المواطنين المقيمين في الخارج إلى المساهمة في سد النواقص.
وتبرع المشاركون في المناسبة بمبلغ 63 ألف يورو لبناء مدرسة في فورت أوساوا، مؤكدين الإيفاء بالمتطلبات. من جهة أخرى، عقد مسؤول الشؤون المجتمعية في المملكة العربية السعودية السيد أحمد جعفر اجتماعات في جنوب السعودية في الفترة من 12 إلى 24 من فبراير المنصرم. وفي الاجتماعات العامة التي عقدت في مدن خميس مشيط وجدة والنماس وداير، قدم توضيحا بشأن تعزيز المنظمات الوطنية والخدمات المقدمة للمواطنين. في غضون ذلك، احتفل الإريتريون المقيمون في الكويت بالثامن من مارس اليوم العالمي للمرأة تحت شعار تحرر المرأة من أجل التنمية. ودعت مسؤولة الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية فرع الكويت السيدة ميليتي دقيه دعت المرأة إلى تعزيز وحدتها وزيادة مساهمتها في تقوية الاتحاد. وأشار القائم بأعمال السفارة الإريترية في الكويت السيد حمد يحيى حالي إلى دور المرأة القوي في النضال التحرري، ودعا عضوات فرع الاتحاد لمواصلة تعزيز روح التصدي. نظمت إدارة إقليم شمال البحر الأحمر دورة تدريبية في الإدارة والقيادة وتقنية الحاسوب ل74 من مسؤولي الفروع والوحدات التابعة لها، بالإضافة إلى 34 من منتسبات الدفعة 35 للخدمة الوطنية لموظفيها. وشملت الدورة مفهوم الإدارة العامة وأساليب تحضير المخططات وسبل التعامل وحل الخلافات وآداب العمل وأساليب تحليل المعلومات، بالإضافة إلى تقنية المعلومات وفوائدها. وأشاد مسؤول وحدة إدارة القوى البشرية بإدارة الإقليم السيد مانيل قبر برهان في كلمته التي ألقاها في مراسم التخريج، أشاد بجدية المتدربين وتفاعلهم في الدورة بنشاط، مؤكدا أن الدورة تعتبر جزءا من الخطة الاستراتيجية الخمسية التي وضعتها إدارة الإقليم لتحسين وتقديم الخدمات للمواطنين في الدوائر الحكومية. وحثت حاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبرهة في كلمتها الختامية المتدربين للاستفادة من الدورة والعمل لتطوير قدراتهم الشخصية، مشيرة إلى أهمية الدورات المهنية في تنمية وتعزيز الأداء العملي. عقد الاتحاد الوطني للمرأة فرع الإقليم الأوسط سمينارات يومي 3 و4 من مارس الجاري في مديريات الإقليم حول مساهمة المرأة في الحفاظ على قيم المجتمع. وهدفت السمينارات المصحوبة بعروض الفيديو لتنوير المرأة للحفاظ على القيم وتعزيز المسؤولية والواجبات. وأوضحت مسؤولة الفرع السيدة ألم بلاي دور المرأة في تحقيق الاستقلال والدفاع عن السيادة، منادية المرأة الشابة ببذل جهود مضاعفة للمحافظة على الإنجازات التي تحققت بتضحيات كبيرة. مشاهدينا، نشرة التواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. يجتمع قادة الدول الأوروبية اليوم الخميس في بروكسل لحضور قمة خاصة بالدفاع دعما لأوكرانيا بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية وقف المساعدات عن أوكرانيا. وسيناقش قادة أوروبا كيفية دعم أوكرانيا في مواجهة إعلان ترامب الساعي لإنهاء الحرب بين كييف وموسكو. وقد وجهت دعوة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لحضور القمة الأوروبية. وتزايد التوتر في أوروبا منذ المشادة الكلامية العلنية بين ترامب وزيلينسكي في البيت الأبيض الأسبوع الماضي. وقد أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الاثنين الماضي عن حزمة دفاع غير مسبوقة أطلق عليها اسم إعادة تسليح أوروبا. وقالت إن أوروبا مستعدة لتعزيز إنفاقها الدفاعي بشكل هائل وبالسرعة والطموح اللازمين. وقد يصل حجم الإنفاق الدفاعي إلى نحو 800 مليار يورو وفق فون دير لاين. قال رئيس وزراء غرينلاند مويوت إكدا أن مواطنيه لا يريدون أن يكونوا أمريكيين ولا دنماركيين، ردا على تجديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغبته في ضم هذه المنطقة الدنماركية التي تتمتع بحكم ذاتي إلى الولايات المتحدة. وأكدت الدنمارك رفض تصريحات ترامب. وقال وزير الدفاع ثرويز لوند بولسن أن الاتجاه الذي ستسير فيه غرينلاند سيقرره الغرينلانديون. بدوره قال وزير خارجية الدنمارك لارس أولوكا راسموسن في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء أن إقرار الرئيس الأمريكي بحق غرينلاند في تقرير المصير وهو يكرر اهتمامه بأن تكون جزءا من بلاده يعد أمرا بالغ الأهمية.
وأشار إلى أن الدنمارك وغرينلاند لديهما اهتمام مشترك مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بأمن منطقة القطب الشمالي. وكان الرئيس الأمريكي قد قال خلال خطابه في الكونغرس: نحن بحاجة إلى غرينلاند من أجل الأمن العالمي الدولي، وأعتقد أننا سنحصل عليها بطريقة أو بأخرى، وسنحصل عليها. أعلنت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن إصابة 15 شخص على الأقل اليوم الخميس إثر سقوط 8 قنابل بالخطأ على منطقة مدنية خلال تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية في بوشون القريبة من حدود كوريا الشمالية. وذكر سلاح الجو الكوري الجنوبي في بيان أن 8 قنابل متعددة الأغراض من طراز MK-82 أسقطت بصورة غير طبيعية من طائرة KF-16 وانفجرت خارج نطاق الرماية المحدد، مبديا أسفه الشديد للحادث الذي أسفر عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين. وتبعد بوشون 40 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من سيول وبالقرب من الحدود مع كوريا الشمالية. وبحسب البيان فإن المقاتلة كانت تشارك في تدريب مشترك مع الولايات المتحدة بالذخيرة الحية يضم كلا من سلاح الجو والجيش. مشاهدينا، قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. إحياء يوم المرأة العالمي في إقليم الغاشبركة. دعوة لترشيد استهلاك المياه. تنظيم دورة في الإدارة للموظفين بشمال البحر الأحمر. قمة أوروبية طارئة في بروكسل لبحث الدفاع. رئيس وزراء غرينلاند: لا نريد أن نكون أمريكيين ولا دنماركيين. وإصابة المدنيين في سقوط قنابل بالخطأ في كوريا الجنوبية. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.